السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. قبل ما نبدأ اذكروا الله. دلوقتي بقى هعمل معاكم الكشري، الأكلة الشعبية المصرية، بطريقة سهلة جدا وبسيطة، ومش هتاخد معاكم اي وقت ولا اي مجهود خالص. ان شاء الله تعجبكم. خليكم معايا. عندي بقى الحمص ده انا بلاه من امبارح علشان ما ياخدش معايا سوا كتير على النار. احطه بقى يستوي عقبال ما اخلص باقي الحاجات. حمر بقى الشعرية بتاعة الرز. هو طبعا الرز بتاع الكشري لازم يكون الرز بشعرية. وبعد ما حمرت الشعرية حطيت الرز وهضيف المية او هضيف الشوربة بتاعتي. طبعا لازم كمية مية مظبوطة علشان الرز ما يعجنش معايا. دلوقتي بقى حطيت المرقة وملح وفلفل اسود. فلفل اسود بسيط علشان الرز ما يغمقش معايا. وعقبال بقى الرز ما يتشرب ويستوي هعمل معاكم المكرونة. المكرونة بقى حاطة مية على النار، هضيف بقى زيت علشان المكرونة ما تعجنش. هضيف ملح وهحط المكرونة بتاعتي. انا معايا مكرونه اسباجيتي ومعايا مكرونه المرمريه اللي هي الصغيره خالص. اعمل بقى الدقه بتاعه الكشري. معايا هنا خل، حطيت عليه ملح، وهحط بقى معلقه كبيره توم مهروس. اقلبه كويس كده في الخل. هحط بقى شطه بسيط بس كده يعني، معلقه صغيره شطه. معايا بقى توم وفلفل حراق وملح وليمون. هعمل بقى معاكم دلوقتي خلطه كده جميله جدا للطماطم اللي هي بتتقدم مع الكشري. هوزع بقى التوم كده على الطماطم. بجد بجد الطماطم بالثوم والليمون كده بيكون طعمها جميل جدا جدا جدا. دي حاجة من الحاجات اللي بتفتح نفسي على الكشري. ده شكل الكمية كلها بعد ما وزعتها. اخيرا جه بقى دور الصلصة بتاعة الكشري. انا معايا هنا عصير طماطم، طبعا ده بعد ما اتسبك على النار. هضيف له بقى ملح وفلفل اسود. دلوقتي بقى هعمل معاكم الشطة بتاعة الكشري. انا معايا هنا 3 معالق كبار صلصة ومعلقة كبيرة شطة. وضيفوا شطة برضه على حسب الرغبة، يعني على زي ما انتوا عايزين. ودلوقتي بقى الشطة والدقة بتاعة الكشري خلاص جاهزين. وده بقى شكل الرز بعد ما استوى. شايفين ما شاء الله مفلفل ازاي. ودلوقتي بقى اول حاجة حطيتها في طبق الكشري بتاعي المكرونة، بعدين الرز. هوزع الرز كده على المكرونة. وهحط العدس. طبعا انا كنت سلقة عدس من قبل كده. وهضيف بقى الطماطم بتاعتي او الصلصة. وهوزع الحمص بالشكل الجميل ده اللي انتوا شايفينه. وطبعا الحمص من الحاجات الجميلة اللي بتدي للكشري شكل وطعم جميل. زي ما انتوا شايفين كده جمال الطبق. وطبعا ده اكتر طبق في الحياة بيفتح الشهية.
عملت بقى طبق كشري بشكل مختلف، تحسوا كده علم مصر في الطبق. وده بقى كان شكل الكشري بتاعنا، الأكلة الشعبية المصرية. يا رب يكون عجبكم، ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب، وما تنسوش تصلوا على النبي، واشوفكم في فيديو جديد وبس. باي.